مثلما عودنا عليه الإعلام المغربي، انتقاد كل صغيرة وكبيرة في الجزائر، والتجاهل المفضوح لإنجازات الجزائر من ملاعب عصرية وبنية تحتية في أعلى مستوى لاستقبال هذه التظاهرة. بدأت حملة الفوتوشوب كالعادة بهذه الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها في الجزائر. فرح الإعلام المغربي بها كثيرا وروجوا لها عبر مواقعهم، لكن موقع مسبار المتخصص في كشف الصور الزائفة كان لهم بالمرصاد. لكن هذه الصورة تعود في الحقيقة لشان الذي نظم بالمغرب سنة 2018. يعني حبوا يفضحونا ولا هما فضيحة. يعني هذا الشيء معروف عليهم وهو الكذب الإعلامي. كما راكو تشوفوا خاوتي داروا اسم الجزائر من الفوق هكا باش يقول لك شوف فضيحة التنظيم في الجزائر، يعني احترافية الكذب اللي هما يعترفوا به على أنفسهم. أن المغاربة ماشي كلامي هم أول شعب لا يمكن أن تثق به في العالم للاسف. وهذا الشيء راه ولا في جوجل ملي كتكتب لو بوبل لو بلو مالونيت او موند كيطلع لك الماروك. يعني وهذا الأسلوب شفناه في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، كما هاد الصورة اللي روجولها بعد الزلزال اللي وقع في وهران. صنعوا هاد الصورة بالفوتوشوب. أرواح الرياضيين في خطر بعد ظهور تشققات في ملاعب وهران، لتظهر بعدها أن هذه هي الصورة الحقيقية، ولا وجود لا لتشققات ولا لتهديد لأرواح اللاعبين. المهم موقع مسبار كان لهم بالمرصاد هذا الخبر تاني نشروه على أوسع نطاق. قال لك مدرب إيطالي تعرض للضرب في مدينة وهران، هو خبر لا أساس له من الصحة. المهم كانوا عدة أخبار كاذبة، وهذا الأسلوب يعني دائما يعتمدوه مع الجزائر، أسلوب الهجوم الإعلامي ونشر الشائعات والأكاذيب واستعمالهم للتصوير يبين أنهم ملقاو حتى حاجة باش يشدوها على الجزائر. ملاعب عصرية، تنظيم رائع، والجزائر ما خلات حتى شيء للصدفة. حاجة أخرى يعني تكلموا عليها كثيرا وبينت أنه المستوى تاعهم في الحضيض. إعلام كله مركز على قدموا لهم الملفي، قدموا لهم هذه، ما قدموا لهمش هذا. شيء مخجل. صحافة يعني تركز كلامها غير على الأكل وش حطوا لهم وش ما حطوا لهمش. صراحة مستوى في الحضيض. وهما في التظاهرات اللي نظموها كانت عندهم فضائح كارثية، فضيحة بقلاقل كما يقولوا المصريين. نشوفوا هنا كأس العالم للأندية سنة 2014. الملعب هذا تحول إلى مسبح. غير باش نقول بان الفيفا جات وشافت لابيلوز وعبرات على الارتياح ديالها. حنا عندنا دفتر تحملات، هذاك دفتر تحملات راه ماشي الصوره اللي غادي تهضر عليه، هذيك دفتر تحملات راه الفيفا والاخصائيين ديالها هما اللي كيجيو كيهضروا عليه. شفتوا خوتي فضيحة تنظيمية في كأس العالم للأندية، وأنظار العالم كلها كانت موجهة للمغرب. أرضية الميدان كارثية، بركة ماء. كيستغلوا هذا الشيء فعلا باش يزيدوا يثبتوا الكلام اللي كيبغيو يوصلوا للعالم. فحرام اننا نوصلوا نسيئوا الصوره والسمعه ديال بلادنا بهذه الاشياء تبهديلة عظمى كيفاش يستعملوا يعني النشاف والفروطوار في ملعب في تظاهرة عالمية، العالم كله يوجه أنظاره ليها. وهم تكلموا على استقبالنا للمنتخبات الإفريقية. احنا المنتخبات الإفريقية استقبلناهم بعاداتنا وبتقاليدنا وباحترام، وكل وفود عبرت على ارتياحها في الجزائر. نشوفوا هما كيف استقبلوا فريق بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية. شفتوا خوتي الاستقبال الأسطوري لفريق بايرن ميونخ بهذاك الشكل وبهذيك الطريقة، وهذه ماشي حاجة غريبة عليهم. نشوفوا استقبال رجل أعمال إماراتي في المغرب. كما شفتوا خوتي هذا رجل أعمال إماراتي. دوك نشوفوا يعني كيف استقبلوه بواحد الطريقة جد مهينة. يعني لازم يطيحوا بروحهم ولازم يعني يهينوا روحهم أمام الأجانب.
تفكروا الخطاب الأسطوري للرئيس بومدين حين تكلم على سياسة بوس اليدين. ولا يمكن أبدا أن نفتخر بديمقراطية البوس على اليد والبوس على الجلابة، لأننا شعب حر، لأننا أسياد، وهذه ديمقراطيتنا. نولوا للمجال الرياضي. الجزائر حضرت للشان تنظيم عالي جدا، ملاعب عالمية، حتى قال رئيس الكاف أنها ستكون أحسن نسخة للشان. أما المغرب الذي سينظم كأس العالم للأندية راه عنده تأخير كبير جدا في الملاعب. شوفوا هذا ملعب مراكش الذي من المحتمل أن يحتضن مباريات كأس العالم للأندية. الشكل الهندسي كارثي، المحيط الخارجي للملعب كارثة. أما الملاعب الأخرى رم عندهم تأخير كبير فيها، هي ملاعب من العصور الوسطى، وراهم يحاولوا يقوموا بترميمات من أجل استقبال هذه التظاهرة.